دكتورنا الجميل، ازاي حضرتك؟ كويس الحمد لله. دايما يا رب. دكتور، عايزين نتكلم في الفيديو ده عن هوليوود سمايل. عموما الهوليوود سمايل هي الابتسامه المثاليه، يعني ممكن بيشنتس كده ما عندهمش مشاكل في اسنانهم بس هو شكل اسنانه مش لايقه عليه، فاحنا بنخلي شكل اسنانه تبقى لايقه على الوش بتاعه. تمام، فهي دي باختصار الهوليوود سمايل. طيب ممكن تفهمنا يا دكتور، يعني هوليوود سمايل بقوا الناس مش فاهمين ايه هوليوود سمايل؟ هو داخل يعني، او الهوليوود سمايل كم شق تحت هوليوود سمايل؟ كم اسم مسمى تحت الهوليوود سمايل؟ الهوليوود سمايل عموما هي حاجة واحدة، بس الأسامي التانية اللي تحتيها دي تكنيكس ليها، يعني سواء فينيرز سواء كراونز، دي كلها حاجات منشقة منها حدد على حسب الأسنان. يعني مثلا لو أسنان تقدر تقول كده ما فيهاش أي حاجة، أو فيها تصبغات، فيها فراغات بين الأسنان كبيرة، فيها تقدر تقول كده تشوهات في الأسنان، فساعتها إحنا بنلجأ للفينيرز. إنما لو فيها تسوس كبير معمول لها اندو تريتد، يعني تقدر كده معمول لها حشو عصب، فساعتها إحنا بنحتاج إن إحنا نعمل كراونز. عموما في المجمل ان كله بنوصل بيه لنفس النتيجه اللي هي الاوبتيمي، اللي هي النتيجه اللي بتكون جميله جدا، شكل اسناننا مرصوصه بشكل حلو قوي، اللون بتاعها جميل، ممكن ابيض ممكن لون طبيعي، حتى الابيض بنعمله طبيعي. احنا دايما بنتجه ان احنا كل حاجه تكون طبيعي.